السلام عليكم، انا الشيف شكري وهعمل معاكم النهارده نوع جلاش جميل قوي، خفيف وسريع وشكله جميل زي ما انتم شايفينه، وطعمه حلو جدا. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. اهو زي ما انتم شايفينه، شكله مش محتاج كلام والله. وعلى بركة الله هنبتدي الشغل. انا عندي لفة جلاش وعندي شوية سمنة سايحين، وهنبدأ ان احنا نشتغل. اهو اخد اول ورقة من الجلاش. طبعا الجلاش بيبقى فيه ورق مقطع، خليكي فاكرة لان هنستخدمه في وقت معين. اهوت هناخد ورقة من السلام دولت بالسمنة كده خفيف، هنمسحها مسحة خفيفة كده. اهوت نمسح الورقة مسحة كويسة كده، وعليها ورقة تانية. اهوت موضوع سهل وبسيط ومش هياخد منك وقت خالص، هو عشان بس التصوير بياخد الوقت. بنظبط الورقتين على بعض زي ما انت شايفة كده، نلزقهم في بعض بمعنى أصح، وندهن برضو السمنة بتاعتنا على خفيف على خفيف كده. اهوت طول بالعرض عشان الجلاش يورق معانا. اهو حطيت ورقتين، وهبدأ ألم بقى الورق المقطع في في الجلاش. اهو خدنا أول واحدة اهيت، خدنا ورقتين سلام الأول، وبعدين الورقة التالتة اللي هي المقطع اللي هو موجود بيبقى في اللف. اهو نظبطه ونفرده كده زي ما انتم شايفين، وهنديله برضو السمنة بتاعته. كده احنا واخدين 3 ورقات. اهو اهوت دهنة سمنة خفيفة برضو زي ما قلنا، وورقة تانية عليه. ادي كده 4 ورقات، وهندهنها برضو بالسمنة الخفيفة كده. اهو دهنة خفيفة بس كده زي ما قلنا علشان تورق معانا الجلاش. وادي ورقة 5، يبقى كده احنا خدنا 5 ورقات منهم سمنة، ولمينا في وسط ال5 ورقات دولت الورق المقطع. انا هشتغل بال5 ورقات دول بس، وهشتغل بقية اللفة بتاعة الجلاش. اهو هبدأ ان انا اقطعها من النص على 2 بسكينة حامية. اهوت وبعدين على 4، النص على 2. اهوت موضوع بسيط خالص يا اخوانا. وادي النص التاني، قطعنا 4 بالطول دلوقتي زي ما انتم شايفين، وهنقطع من النص تاني و4 برضو بالعرض. يعني هيبقى عندنا 16 قطعة، 4 في 4 ب16. ال5 ورقات هيطلعوا لنا 16 قطعة جلاش. اهو هنقطع برضو النص بتاعها. ادي كده ال16 ورقة، ال16 حتة اللي عندنا. انا عندي حشو تقليدي جدا مفيش فيه اي، حط اللي انت عايزاه كله. انا عندي فول سوداني وجوز الهند وزبيب ومعلقة سكر عليهم سنة قرفة وسنة فانيليا. هقلب الموضوع ده كله على بعضه كده. اهوت وهديله ايه بقى، هديله معلقة شربات التقيل اللي هو اللي هنسقي بيه الجلاش، اللي هو 2 سكر 1 مية مع النص ليمونة. هو ده الشربات بتاع الجلاش وبتاع الكنافة وبتاع بلح الشام وبتاع المحمرات. كل أي حاجة في الزيت بتاخد شربات تقيل. الكنافات كلها بتاخد شربات تقيل، الجلاش كله بياخد شربات تقيل. أغلب المواضيع كلها شربات تقيل باستثناء بسبوسة وحاجات معينة ممكن ما تكونش حاضراني دلوقتي. دعكت الخلطة دي كلها ببعضها كويس لحد ما طرت وطبقت على بعضها. أنا حطيت عليها الشربات ليه؟ علشان ما تقعش من اللقمة، وما تبقاش ما تشخشخش جوه اللقمة، تيجي تاكلي بتلاقيه موجودة ماسكة نفسها جوه اللقمة.
معلقة صغيرة في وسط اللقمة بالظبط، القطعة المربعة اللي احنا عملناها اهوت، ورشة سمنة كده من فوق كده على بعيد زي ما انتم شايفين. وهنبدأ اهو على بعيد بس كده على الطروف عشان تلزق في بعضها، وهنبدأ نقفل بعد كده الجلاش اهو، هنعمله زي الحجاب بالظبط، زي المنديل زي ما بتقولوا عليه اهو. وعلى كده خلاص خلصنا، وشيلي وحطي في الصينية بتاعتك. نعد واحدة كمان اهوت، السمنة ما نشفت، شوفوا ماسكة الجلاش ازاي اهو. واحدة تانية كمان زي المنديل زي ما قلنا، وهتحطيها في الصينية. وانا بشكر جدا الناس اللي سألت عليا وبتدعي لي ربنا يكرمكم يا رب، متحرمش منكم. بعد ما رصيناها في الصينية زي ما انتم شايفين، دهنة سمنة خفيفة كده، وعلى الفرن على طول على 170 درجة، ياخد وقته ينشف ويقرمش كده، ما يطلعش طري اهو. سيبيه ياخد وقته في الفرن ان هو يقرمش ويلون كده ويبقى شكله حلو. خرج من الفرن اهوت. عند الشربات بتاعه زي ما قلت 2 سكر 1 مية، يعني كوبايتين سكر وكوباية مية ونص ليمونة عليهم، وعلى كده خلاص. يغلي شوية على النار دقيقتين 3 ومتشكرين على كده اهو. الشربات بارد والجلاش سخن وهنسقيه. اديله بزيادة لأن انت هتصفي الزيادة وهتشتغلي بقى تاني، واحنا لسه النهاردة يعني لسه احنا في أول رمضان، فهتستخدمي الشربات ده مش هيترمي يعني اهو. هنسيبه يبرد خالص وهصفي السكر بتاعه زي ما انتم شايفين اهو. ادي الشربات الزيادة بعد ما شربت وتشرب كويس، هصفيه في البولة وهنرجع نشتغل بيه نسقي بيه أي حاجة عايزة شربات بعد كده، مفيش فيه أي مشكلة خالص إن كان الشربات أو السمنة اللي احنا بنصفيها. شوفوا منظره جميل جدا ومقرمش وبسيط وسهل ومش محتاج حاجة. وزي ما قلت لو انت اللي بتعمليه يبقى شغلك أسرع من كده بكتير. أنا عشان بصور الدنيا بتبقى بالراحة شوية أهو. رشة أي مكسرات عندك على الوش، مش عايزة ترشي براحتك. وهو ده النوع بتاعنا اهوت، خلص بسيط وسهل خالص. وب5 ورقات جلاش عملت 16 قطعة. والدنيا الصيام الناس ما بتاكلش في الصيام، احنا بنعمل اكل كتير وما بيتاكلش، فاعملوا على قدكم كده. الحاجة غلت والدنيا بقت تقيلة شوية، ربنا يسهل على الناس كلها يا رب. وإذا عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك وشير واشتركوا في القناة، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.